باب المغاربة بالقدس الشريف. الوقف الديني الجزائري الذي يحاول المخزن نسبه لمملكة مراكش بإيعاز من الصهاينة. لقد شهدت العقود الأخيرة حصول استحواذ سافر في مملكة مراكش على التراث التاريخي الجزائري في القدس، وعلى مساحات هائلة من الإرث الثقافي والتاريخ الإسلامي للجزائريين. يتعلق السطو الذي سنركز عليه هنا بباب وحائط وحارة المغاربة. من يعرف قصة العالم المجاهد بطل العالم الإسلامي وعلامته الكبير شعيب سيدي بومدين الغوث، ومن يعرف أحداث معركة حطين، ومن يقرأ في كتب التاريخ ويبحث فيها يعرف أن تسمية باب المغاربة تتصل في أصل نسبتها بأتباع الشيخ العالم المجاهد شعيب أبو مدين الغوث التلمساني الجزائري. أتباعه هم أساسا طلبة القرآن من تابعيه، حيث كان يقيم في بجاية، وقد تشكلوا حربيا وراء أبي مدين وساهموا باستبسال في الجهاد لاستعادة القدس من الصليبيين بمعركة حطين مع القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي، حيث تلعب النخب المغربية لعبة في التخفي وراء مغالطات الكلمات والتلاعب بالسياقات التاريخية للمصطلحات، وتختفي وراءها في اقتراف تزوير صارخ في موضوع تلفيق المغاربة لتسمية باب وحارة المغاربة والاستحواذ التمثيلي على أوقافها لصالح المملكة المغربية. بينما باب الحارة وحارة المغاربة في الحقيقة تراث خالص لأسلاف الجزائريين، ويرتبط بوقائع تاريخية محددة. يحصل الاحتيال من مدخل اللعب المخادع على المصطلح. كي نفهم ذلك نحتاج أن نفهم أولا أن العالم العربي كان ينقسم إقليميا منذ الفتح الإسلامي إلى شقين هما المشرق والمغرب، وكان أهل المشرق عبر القرون يقولون عن الناس من المنطقة التي تبدأ بعد مصر بأنهم المغاربة، وأهل المغرب، ويعني ذلك أهل المناطق المميزة جغرافيا بأولا المغرب الأدنى أي ليبيا وتونس بالتقسيم السياسي في عالم اليوم، ثانيا المغرب الأوسط أي الجزائر بالتسمية والكيان السياسي في الزمن الحالي، وثالثا المغرب الأقصى أي المملكة المغربية وفق التسمية السياسية الراهنة. نحتاج أن نعرف أيضا أن تسمية أهل المشرق لأهل المغرب الأدنى والأوسط والأقصى بالمغاربة تكون قد بدأت مع الفتح الإسلامي، وبالتالي تكون قد دخلت مجال الاستخدام منذ ما قبل 14 قرنا من تشكل الكيان السياسي الحديث الذي تأسس لاحقا في 1912 وأصبح يحمل لأول مرة كلمة مغرب في تسمية الدولة، وهو ما يعرف بالدولة المغربية الشريفة المحمية أو اختصارا المغرب اليوم. وقد تأسست سنة 1912 من قبل الحاكم الجنرال الفرنسي هوبير ليوطي، بعدما أقال السلطان عبد الحفيظ ونصب السلطان مولاي يوسف وحدد له علما جديدا وعاصمة جديدة بدل فاس عاصمة ما كان يسمى قبل ذلك السلطنة الشريفة، أي أن الرقعة الجغرافية المعروفة بالمغرب الأقصى كإقليم كانت تسمى سياسيا بالسلطنة الشريفة، وبالتالي يسمى أهلها في حال التحديد على أساس سياسي الشريفيون وليس المغاربة أو المغربيون، وذلك نسبة إلى العائلة الشريفية المالكة، وذلك مثلا أيضا على منوال السعوديين الذين يتصل اسمهم باسم الدولة المسمى نسبة لعائلة آل سعود. هكذا وقد بدأت أمور التسميات تتضح، نكون قد وصلنا لفهم السببية الخاصة بكون حارة وباب المغاربة في القدس تراثا تاريخيا جزائريا خالصا، ونكون قد فهمنا أن أصل السببية تتصل تحديدا بمغاربة المغرب الأوسط الذي هم جزائري اليوم. عندنا دابا جوج ديال الدراسات دولية تصنف المغرب في الرتبة الأولى في الغش والرياء، وهذا خطير جدا. مجلة ناتشر 2017 ومجلة سيانس 2019 يوليو 2019، جوج دراسات علمية درست عديد من دول العالم.